شركة الإسماعيلية دايما بتحافظ وتطور من تراث وسط البلد اللي اتربينا عليه عشان الأجيال اللي جاية، والنهاردة في مهرجان الجونة احنا متجمعين مع نجوم وفنانين السينما عشان نشوف ازاي اتطورت وحافظت على تاريخها من زمان لحد دلوقتي. احنا جايين نتكلم عن السينما زمان والسينما دلوقتي. معانا أمينة خليل ومعانا دياب، هالة خليل ومعانا علي قاسم، وانا خدامكم تامر حبيب. ايه اكتر عمل ليك بتحبه؟ كلهم ولادي ما عدا لعبة نسيان، مش ابني ولا اعرفه. ايه العمل اللي عملته كتجربة واكتشفت جزء كبير في نفسك فيه؟ لعبة نسيان. ليه الخارجي؟ ايه نوعك المفضل من الافلام؟ رومانتك كوميديز. او انا كمان والله. والله بحبهم جدا، وانا كمان بيحطوني في مود جدا لذيذ. جدا. أول عمل ليك خدت فيه كام؟ خدت بالظبط 470 جنيه في اليوم. 500 جنيه كان مع يوسف شاهين، اسكندريه نيويورك. يا عم إيه ايه؟ ده؟ لا مش هو فاكر. وحياة ربنا كنت طالعه مع جميع، كنت قاعده في الكلاس وحياة ربنا لو برمشت مش هتشوفني. انا هختار حاجه بقى اشوف اسال مين. افلام زمان اكشنها كان عامل ازاي؟ وهل اتطورت في السنين اللي فاتت ولا لا؟ كمثال اتطورت طبعا. اللي بيسمعونا بقى عايزين هلا خليل تعمل فيلم اكشن. والله يا ريت. انا عايز اقول لك على حاجه الناس مش واخده بالها منها خالص. في ال 10 15 سنه فاتوا العالم كله بيجيب مخرج دراما يخرج الاكشن. مين اللي نفسك تمثل معاه حاليا؟ ماجد الكدواني لو رجاله. أنا عمري ما اشتغلت معاه. الحلم اتحقق يا لهوي على جماله. في وقفه رجاله. ايوه صح. وقفه رجاله. انا كان يعني احمد زكي يحيى الفخراني بالنسبه لي انه يا لهوي. فجالي تليفون من منتج قال لي مسلسل، عندي مسلسل رمضان. قلت له مسلسل رمضان اللي جاي ده؟ فقال لي قال لي ده مسلسل الدكتور يحيى الفخراني. قلت له يس. فاحد قاعد جنبي في العربيه بعد ما ننزل، صاحبتي قالت لي ايه ده هيضحك عليكي في الفلوس اكيد. ازاي تعملي كده؟ خمن اول فيلم لسعاد حسني. انا فاشل. انا ما كتبتش أنا ما حاجه، انا كتبتش ما حاجة. اعرفش طبعا. نعمل كده؟ حسن ونعيم. حسن ونعيم كان اول فيلم. حسن ونعيم فعلا؟ اول فيلم ايوه طبعا. ليلى مراد عملت كام فيلم على اسمها؟ انا عارف ليلى بنت الفقراء وليلى بنت الاكابر في ليلى بنت مدارس باين. ها انا 4. انا 5. 6. انا ماشي قلت كل الحاجات اللي حواليك. يعني بيني وبينك. اوكي. انور وجدي كان عامل عقد احتكار مع فيروز، كان بيديها كام في الفيلم؟ انا جنيه جبت واحد. 50 جنيه. لا انا 50 جنيه ده كتير قوي. لا 50 ده كتير. 50 ده كتير ايه قوي. ده؟ انا جنيه كنت هكتب وأنا كمان 100. انا 5 جنيه. قال لك 100 جنيه. لا بجد؟ قال لك 100 جنيه ما هي كده على المعلومه دي. مين منى زكي الستينات؟ سعاد حسني ولا مين؟ مش فاهم. والله بقى انت واحده وراحتك. اللي هي طب مين؟ قول لي انت. الثانيه بقى اللي قول لي بتقارن بيها دايما. فاتن حمام. فاتن حمام. يا ترى شايف نفسك ممكن تعمل بطولة وتكتب وتخرج فيلم ايه من افلام زمان؟ يبقى انا بكتب وبخرج وعندي امل امثل، فانا لقيت السؤال مناسبني قوي. تمثل ايه من افلام زمان؟ مثل حاجة فن كفاية طول. اشاعة حب. ارض الخوف. ده مش زمان على فكره. ما ده ما انا ستايلي بحب جدا المدرسه دي 3 4 العباقره بتوع الثمانينات دي اللي شبهي. تمثلي ايه من افلام زمان؟ امثل عروسه النيل. انا اكتب لا انام. دعاء الكروان الله. واحلام هندو كوميدي. امينه مثلتي مسلسل في زمن قديم جراند اوتيل. مم. لو كنتي عملتيه في زمن قديم بجد مين كان هيكون مكان عمرو يوسف؟ رشدي اباظة. طبعا طبعا. اسحب انا؟ ماشي. هالة، لو كنت بدأتي مشوارك في الإخراج في الخمسينات كنت هتحبي تتمرني مع مين؟ هو في كذا حد، ممكن اقول كذا حد. يعني هنري بركات كنت بحب جدا اتمرن معاه، لان هو كمان سيناريست عبقري، وكمان الشيخ جدا جدا، كمال الشيخ جدا جدا. وبرضه اخش شويه كده عكرت عندي يوسف شاهين. بس محمد دياب. عملت فيلم في مساحة 8 متر تقريبا، وعملت فيلم اغلب مشاهده جوه مساحة شقة اللي هو طلق صناعي. ايه الفيلم القديم اللي لو كان اتعرض عليك كان ممكن تجرب انك تعمله في اون لوكيشن؟ هو طبعا مفيش غير الفيلم بين السماء والارض. طبعاً. مفيش اوبشن طبعاً. تاني. ده في اوبشن، ايه فكريني. في فيلم بتاع توفيق صالح المخدوعون. ده حتى في عربيه. ده اكتر ده اكتر. ده رهيب. طب انا عايز اسالك سؤال على الفيلم شوفيه بقى، بما في القعده الصفا الحلوه دي، لو عدت الفيلم ده تاني هتعمل نفس النهايه دي ولا هتغير رايك؟ انا ما كانش قصدي
بس من كتر ما اتلمت على النهايه دي، لا يعني كنت هاخد بالي لا هغيرها. هتغير حبيبي هغيرها واشيل الاكشن الكتير قوي ده الوحش ده. بما ان احنا بنتكلم في على ايامي لطيفه وظريفه، بس بصراحه انا كنت احب ابقى على ايامهم هم القدام مش الايام دي. على قد صعوبه الحياه اللي احنا فيها وكل يوم بنحسه، بس انا مبسوط في الوقت اللي احنا فيه. بمعنى وانا إنها كمان. عاجبني التجربه بلخبطه كل السنين اللي فاتت. مش معناه ان انا مش منتظر المستقبل ولا زعلان من اللي فات، بس مستمتع باللي بيحصل وحاسس ان احنا عايشين في كنز دراما ما حصلش. يعني المهم ان احنا مبسوطين على يعني هم مبسوطين. انا كنت عايز الايام القديمه بصراحه. هم مبسوطين بالظبط. انتوا مش غرب. ميرسي. شكرا. باي باي.